تمام، نخش على المحاضرة اللي بعدها على طول. Autonomic Nervous System Drugs. آه، أدوية الجهاز العصبي اللا إرادي. بيقول لك الجهاز العصبي اللا إرادي ده جزء من الجهاز العصبي بيتحكم في الوظائف زي التنفس، ضربات القلب والهضم إلى آخره. بيتكون من جهازين: السمباثيك والباراسمباثيك. السمباثيك ده جهاز اسمه الجهاز السمبثاوي، بيشتغل في الفايت اور فلايت، بيشتغل في حالات التوتر والطوارئ. الباراسمبثاوي بيشتغل ريست اند دايجست، بيشتغل في وقت الراحة والهضم، حاجات عادية يعني. تمام. نيورو ترانسميترز في النقلات العصبية ايه هم؟ حاجتين: اسيتايل كولين موجود في الجهاز الباراسمبثاوي، ونورابينفرين بيكون في السمبثاوي. يبقى نور ابنفرين بيشتغل في حالات الطوارئ، الاسيتايل كولين بيشتغل في حالات الريست اند دايجست. خلينا بس فاكرين الحاجة دي. يبقى نور ابريفرين للفايت اور فلايت تبع السمبثاوي، الباراسمبثاوي تبع الستايل كولين، عشان هنحتاج الحاجات ديت قدام. ثانية بس أجيب الميتنج قدامي عشان أكون عارف. آه بيقول لك بقى الأدوية حسب تأثيرها. أول حاجة البارا سيمباثوميمتكس، بارا سيمباتو ميمتكس، حاجة زي كده. أدوية بتنشط الجهاز الباراسمبثاوي، تحفز مستقبلات الأسيتايل كولين. تمام. مباشرة وغير مباشرة. في بايلوكاربين، ميثالوكولين، باكول. آه في بقى غير مباشر، تأثر تمنع تكسير الأسيتايل كولين، زي نيوستجمين أو أو الفوسيستوجمين. الاستخدام بتاعه بيقول لك علاج الجلوكوما، ميسيزينيا جرافيز، أو يورين انكونتيننس، تبس البول، أو ماسل كرامبس. تمام. في بقى مضادات البارا سمبثاوي. هنا نكون شغالين على البارا سمبثاوي، بتنشط الجهاز البارا سمبثاوي. هنا بقى مضاداته بقى بتمنع تأثير الأسيتايل كولين. البارا سيمباثوليتكس أو الأنتي كولينرجيكس، الاتروبين او الهوماتروبين او الابراتروبين. طبعا دي اسماء الادويه العلميه، دي مش الاسماء الادويه التجاريه، عشان في فرق طبعا بين الاسم التجاري والعلمي. التجاري اللي بيبقى مكتوب على العلبه كده اي حاجه زي بنادول كده، حاجات زي دي الاسم التجاري. عشان كده دايما في ادويه تلاقي مثلا واحد تقول له يا ابني ده الدواء ده والله هو نفس ده، وطبعا بيكون في فرق شاسع فيه بقى. حاجة شرح كامل للحتة دي إن الأدوية بتتصنع إزاي. لكن الدواء بيفرق بقى في نسبته، الحاجات اللي هم حاطينها فيه، نسبة فعاليته، المادة الفعالة محطوطة فيه كده. لكن هي نفس المادة الفعالة اللي هنا، نفس المادة الفعالة هنا، إنما هنا هو مزود جرعة، مقلل جرعة، حاطط مثلا أدوية مثلا فيتامينات مثلا فيه، بيحط حاجات تحلي البق كده، بدل ما تاخدها تبقى متضايق انك بتاخدها، حاجات زي دي. فهي دايما ما تبصش لاسم الدواء التجاري، هو بس تبص له على انه ماركه، عشان تبقى عارف الدواء ده انت بتجيب منه على طول وكويس وشغال معاك. لكن انت ممكن تاخد تاني بيعمل فيه نفس الماده الفعاله، هو بيبقى كاتب لك كل حاجه، مش بينصب عليك والله، بس هو بيبقى كاتب لك كل حاجه في ورقه الارشاد اللي انت بترميها دي. ف حاجه من الحاجات اللي انا حبيت اتكلم عليها بس. فدايما بص على اسم الدواء العلمي، بيكون موجود تحت الاسم التجاري الكبير أوي اللي بيبقى موجود على العلبة. تلاقي تحته مثلا بنادول، تلاقي مكتوب باراسيتامول، اللي بشوفها في أي علبة دواء عندي. مضادات الباراسمبثاول: أتروبين، هيماتروبين، إبراتروبين. بيقول لك أورجانو فوسفاتيز، يوسع الشعب في حالة السي او دي الربو. بيقلل الإفرازات قبل أي سيرجري. بيعالج التسمم بالأورجانو فوسفاتس. تمام.
أول حاجة إحنا كده خلصنا الباراسمبثاوي، المنشطات والمثبطات، المضادات بتاعته. نخش بقى على السمباسو ميميتكس، أدوية منشطة للسمبثاوي. بتقلد زي النور ابنفرين. النور ابنفرين احنا اتفقنا فوق الستايل كولين بتاع الباراسمبثاوي، النور ابنفرين بتاع السمبثاوي. فزي الكاتاكولامينز، زي الابنفرين، نور ابنفرين، دوبامين اللي هي الايه، الادويه المشهوره. نون كاتالومينز زي الافيدرين، سالبيتامول. الاستخدامات دي يعالج السي او دي او الشوك، حالات الكارديك ارست او الهايبوتنشن. في بقى سمباسو لايتكس، مضادات السمباسة وكل حاجة لها مضادات. تمام. تمنع تأثير النور ابنفرين زي الألفا بلوكرز، البراسوزين، فينا أوكس، بنزامين على طول، زي البيتا بلوكرز. بيتا بلوكرز مشهورة جدا يعني. وحتة الألفا بلوكرز والبيتا بلوكرز ما حبيتش إن أنا أشرحها لأنها مش منهجنا دلوقتي، لكن لو هي موجودة وأنا مثلا تغاضيت عنها أو أنا تجاهلتها قولوا لي عليها، ممكن نشرحها عادي يعني. بيتا بلوكرز زي الإيثانول، الأتينولول، وال والبروبرانول. الاستخدامات بتاعته يعالج الهايبرتنشن. شايف عمل العكس، هناك كان بيعالج الهايبوتنشن، هنا يعالج ارتفاع الضغط، الذبحة الصدرية، الصداع النصفي، أو المرمرز اللي هو الرجفان، يحصل كده مرمز. آه بيقول لك بقى ملحوظات مهمة: أدوية الجهاز العصبي اللا إرادي كتيرة، لكن دايما بنحاول نربط كل مجموعة مكان عملها ومفعولها، وبالتالي نحفظ أساميهم. جدول المقارنة بين السمباثيك نيرفس، السمباثيك والباراسمباثيك. تمام. الجهاز السمبثاوي والباراسمبثاوي. الوظيفة: السمبثاوي في الفايت أور فلايت، التاني في الريست أند دايجست. الناقل العصبي بتاعه النور ابنفرين، الأستايلكولين بتاع الباراسمبثاوي. الأدوية الأجونست بتاعته ابنفرين، سالبيتامول. الأجونست بتاع الباراسمبثاتيك البيروكاربين أو النستجمين. الأنتاجونست البروبارانول أو البراسيزون. بالنسبة للأنتاجونست للباراسمبثاوي الأتروبين أو الإبراتروبين ييم، إبراتروبين. تأثير على القلب: بيقلل ضربات القلب. ده بيزود عفوا السمبثاوي عشان في حالة الفايت أور فلايت، حالة مثلا كلب هاجم عليك ولا حاجة. التاني بيقلل ضربات القلب. بيأثر على الشعب الهوائية ازاي؟ ده بيوسع، ده بيضيق، عشان ده في الريست يعني ما بيعملش أي حاجة. تأثير على الجهاز الهضمي: يقلل حركة الحركة والإفرازات. ده بيزود الحركة عشان هو مخصص لكده يعني. في برضه جدول مقارنة حبيت أجيبه بين الأجونست والأنتاجونست عشان دي حاجة مهمة. التعريف بتاع الأجونست طبعا شرحناه في المحاضرة اللي فاتت، لكن احنا حابين نجيبها دلوقتي عادي يعني، الشيء بالشيء يذكر. مادة بترتبط بالمستقبل وبتفعل تأثيره. التانية الأنتاجونست، مادة ترتبط بالمستقبل وتمنع تأثيره. الوظيفة: الأجونست بتحفز المستقبل وتنشط الاستجابة. الوظيفة بتاعت الأنتاجونست: منع يقلل الاستجابة الطبيعية للمستقبل. الأمثلة زي ابنفرين على مستقبلات بيتا، الأنتاجونست بروبارانول على بيتا بلوكرز. تمام. ده عكسه يعني، يعني ده انت لو بتاخد ده فيدي ده عشان يدي عكسه. تمام. عادي يعني، انت ممكن تاخد دواء عشان مثلا بيعمل سايد افكت، فانت تاخد تاني عشان يمنع تأثير الدواء الاولاني. ممكن يفيد يعني، مثلا حاجة بتعمل هايبرتنشن فتاخد ده عشان يعمل هايبوتنشن. هايبوتنشن مثلا تاخد ده عشان يظبط الضغط. آه بايلوكاربين بيشتغل على الاسيتايل كولين. الاتروبين بيشتغل انتي كولينرجيك، بيمنع تأثير الاسيتايلكولين. تمام. في أدوية وعكسها يعني، الحاجات دي سهلة يعني، ما فيهاش أي مشكلة. دواء وعكسه. تأثير النهائي: نفس تأثير المادة الفعالة بالنسبة للأجونست أو زيه يعني.
تاني بقى بيعكس تأثير المادة الطبيعية، يعني هيغير خالص، بيعمل عكس الحاجة. يعني واحد مثلا بيقلل الضغط، ده يقلل الضغط، وهكذا. الاستخدام بقى حالات زي كارديك أرست أو السي او دي، إنما التانية حالات فرط النشاط زي ارتفاع الضغط أو التسمم زي ما قلت. تمام كده خلصنا تالت محاضرة معانا، ومن أهم المحاضرات. لو في أي استفسارات يا ريت تكتب في الكومنت أو تبعت لي على جروب التليجرام.